السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم، واللي كنتمنى يلقاكم بأحسن الأحوال وبألف خير. وأنا بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو هذا الكلاص هذا اللي كيجي لذيذ ورائع ومبرد في هذه الحرارة. وانا احتاجيت له ساشيه ديال لاموس وشوكولا مع نصف لتر ديال الحليب، وخديت معاهم دانيت ديال الشوكولات. وهنايا عاود خديت سنيده، ممكن سنيده ديروها على حسب الذوق، ممكن ديروا 3 معالق كبار ولا 2 معالق على حسب اختياركم. وهنايا واحد فلو ديال الشوكولا. ودابا غنبداو بتحضير هذا الكلاص ديالنا اللي كيجي بصراحه لذيذ بزاف بزاف. قبل ما نستعملو هذا الحليب راني درتو في الفريغو حتى برد مزيان، هو والساشيه ديال لاموس، باش ملي كتبرد ليا هي والحليب، ملي كنبدا نضربها بالضرب الكهربائي راه كتعقد معايا مزيان. ودابا غادي ناخذ الضراب ديالنا اللي غادي نبدا نخلط به هاد الحليب مع لاموس، وكنبدا نخلطهم مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا. ومن بعد غادي نضيف سنيده. انا هنايا البنات درت غير 2 معالق باش ما يجينيش حلو بزاف، وعاد درت ساشيه ديال الفلو ديال الشوكولات، وبديت وكملت في التحريك ديالي. ممكن ديروا بعد ما تساليو التحريك ديروا اي نوع من المكسرات بغيتو، ديروا شويه د الكركاع ولا شويه د اللوز حتى هما كيعطيو اللذه لهاد الكلاص ديالنا. ومن بعد راني ضفت ليه هاد دانيت هذا وكملت في التحريك. وإلا لاحظتوا هاد الخليط هذا راه بدا كيعقد ليا. ومن بعد ما كملتو في التحريك هانتوما كتشوفوا القوام ديالو ولا خاطر. خديت هنايا واحد ايو اللي هرسته مزيان بالكاس باش غادي نضيفو لهاد الخليط هذا. وكيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا اي نوع من المكسرات، راه كيجي ديك القرمشه ديالهم كتجي لذيذه بزاف في هاد الكلاص هذا. ومن بعد ما هرست هاد البيمو هذا ممكن تضيفوا اي نوع ديال البسكوي اللي بغيتو ديروه مع هاد الكلاص، راه كيجي زوين. وصافي وكنبدا نحرك بالمعلقه، كنبدا نحرك بهاد الطريقه هذه. ودابا غادي ناخذ المول فاش غادي ندير هاد الكلاص هذا. بعد ما غادي نضيف له السلوفان غادي نغلف له القاع ديالو مزيان، غنغلفو به وغادي نضبلو لتاني مره باش ما يخرجش ليا هذاك الخليط. وممكن تسدو هذوك الجوانب مزيان بسكوتش الا ما كنتوش، الا كان السلوفان ديالكم ما كيلصقش مزيان في المول ولا ما تستعملوش. انا هنا ما استعملتوش البنات، درت غير سلوفان وضبلته على 2 المرات. ودابا خديت الخليط ديالي ودرتو في داك المول المربع، وغادي نديرو في المجمد. غادي نديرو باش يبات ليله كامله. وقبل ما ندخلو المجمد البنات غادي ناخد السلوفان وغادي نغطيه به باش ما يشمش ليا كما كنقولوا ريحه الفريغو، وكتبقى فيه هذيك النكهه ديال الكلاص. وهكذا غادي يبات كما قلت لكم ليله كامله. ودابا غادي نخرج الكلاص ديالي بعد ما تقاد ليا وعقاد. غادي نحيد له البلاستيكه اللي درت له على الوجه، وغادي نحيد له هاد المول هذا.
ناخذ ناخذ سكين وندورو على الاطار باش كيتحيد ليا مقاد. ودابا لتزيين البنات غادي ناخذ هاد البيمو هذا، وغادي ناخذ شويه د الشوكولاته. انا خديت غير 4 ديال حبات ديال الشوكولاط الاسود، وغادي ندير معاهم شويه د الزيت وندوب هذا الشوكولاط ديالي. ومن بعد غادي ناخذ هاد البيمو هذا اللي غادي نهرسوه حتى هو بهذه الطريقه هذه بالكاس باش كيبقاو ليا دوك الطريفات صاينين. وغادي نستعملو للتزيين فوق الكلاص ديالي. التزيين دائما البنات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن تزينوا باي حاجه بغيتوها. انا فضلت نستعمل البسكويت حيت درتو لداخل وغادي نديرو عاود برا. وهكذا بعد ما حيدت السلوفان الكلاص ديالي جا على هذا الشكل هذا، وضعت فوق منه البسكويت هكذايا. والشوكولاته البنات غادي نديرو حتى هو غير بالمعلقه على شكل خطوطه. بعد ما ضفت هنايا حبات ديال الكركاع غير للتزيين فقط. وغادي ناخذ هذيك الشوكولاته اللي ذوبت غادي ندير بها خطوطه من الفوق، وهكذا غادي يجي الكلاص ديالي اي يولي الكلاص ديالي واجد. وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال الكلاص، وإلا جربتوها ما تنسونيش بلي لايك البنات والتعاليق الزوينه ديالكم. ودائما كنرحب بالبنات الجدد اللي غيدخلوا اول مره القناه. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهات ديالي. وشكرا لكم على المشاهده، وانا كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق. و... وكنتمنى هاد الكلاص هذا يعجبكم. ودابا غنقطع معكم واحد القطعه باش كتشوفوا هاد الكلاص ديالي اللي كيجي لذيذ بزاف بزاف. وهذيك النسمه ديال البسكويت حتى هي كتعطيه واحد القرمشه. وعلاش لا ما نديروهش في هذه الحراره. وشكرا لكم على المشاهده والى اللقاء.